الفن التشكيلي، كانت دايما تبقى جوه قاعات العرض للفن التشكيلي. ليها زي زبون معين او مشاهد محدد. هو بس بتبقوا مرتبطين ساعتها باحجام معينه بالظبط كده. انما بالنسبه لميدان عابدين هو احتكاك مع الجمهور مباشر، احتكاك فن وجمهور. العمل كبير عشان يساع اكتر من 50 فنان بيشتغل معانا في المبادره فنيه مصريه، فبالتالي لازم المساحه تبقى كبيره يعني، وكمان تبقى مرئيه بالنسبه للمساحه كبيره ان الشخص البعيد يقدر كمان يشوف الديتيلز بتاع اللوحه يعني. وبالنسبه بعد كده يا احمد ان انتوا بتفكروا تعرضوا كل لوحاتكم وكل شغلكم كمجموعه تطلعوا بيه بقى بره للخارج؟ احنا طبعا خارج مصر ده اكيد يعني، احنا بندعم السياحه المصريه. بناخد الكادرات التصوير، بنعمل تصوير ساعات فوتوغرافي لاماكن سياحيه مصريه برؤيه جديده، برؤيه شباب شايفين بلدهم بحاله جديده بشكل جديد. اكيد عندنا معارض كتير، عندنا 6 اكتوبر اللي جاي هنحتفل بيه، عيد الام، هناخد الاعياد المهمه في مصر. الاحتفالات الرسميه تبتدوا بالاحتفالات والاعياد اللي هي المهمه الرسميه عشان تظهروا شغلكم وتظهروا حاجاتكم، وعايزين كمان زي ما بقول لك ان احنا كل الصوره بتاعتنا دي تظهر لبره زي ما انت بتقول، مصر بقى في ثوبها الجديد. بالظبط كده. احنا عامه احنا فنانين شاركنا في معارض بره مصر كتير، فكون ان احنا نعمل ده، وطبعا احنا عندنا صفحه على الفيسبوك وبنعمل دعايه كتير للمبادره. الناس من جميع الدول بتدعم الموضوع ده معنويا وفنيا، ان هم بيحبوا شغلنا جدا، ان احنا شباب بنحب بلدنا وبنخدمها. المبادره دي كلها اجتهاد ذاتي، تطوع من الشباب كلهم، حتى الدعم بتاعنا دعم مننا يعني، من الشباب مننا فينا يعني. بس لكن انتوا الى الان مفيش دعم خارجي، انتوا دلوقتي كلكم زي ما انت بتقول كمجموعه اللي بتساعدوا بعض. لا احنا بنعمل زي جمعيه كده، بنلم كل واحد من اللي يقدر عليه، وبنشتري الوان وفرش، وبنبدا ننزل مستشفيات، بننزل مدارس، اسس ثقافه. انتوا شغالين كمان في الاعمال الخيريه، ده حاجه كويسه جدا كمان. فعلا عملنا حاجه في مستشفى 57 مشاركه مع الاطفال وترفيه عنهم، وان احنا جبنا لهم الوان ورسموا معانا، واخدنا موافقه من مستشفى 57 ان احنا نعمل معرض للاطفال دي. واحنا كمبادره فنيه مصريه عملنا نتيجه للسنه الجديده برسومات الاطفال واهديناها للمستشفى.